السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده يقعد 8 دقايق كده 10 دقايق، هطوله شوية عشان فيديو للتاريخ. فيديو هيجيب لك كل اللي حصل الفترة اللي فاتت مع أنكل وكابتن ميم والأسطورة وعضو مجلس إدارة تحت السن اللي تربطه علاقة قوية بالألتراس، الكلام ده كله. أحب أنعي المشجع الزملكاوي امبارح الله يرحمه، وأحب أقوم من على الكرسي وأسقف لكل مشجع زملكاوي امبارح كان موجود في الاستاد. قال اللي كنت عايز اقوله. ومن النهارده زيزو بعد ما مضى النهارده، زيزو مش صاحبي ولا اعرفه ولا ليه تاريخ عندي في نادي الزمالك ولا اسمع صوته تاني ولا كانه موجود بالنسبه لي. انا مات ولا تاريخه لازم يمسح في نادي الزمالك. انا واحد من الناس بقول لك اهو، لما اتاكدت ان هو مضى النهارده، ايه يا اسس مضى النهارده؟ ما اللي كان بيحصل من شهر 11 ابوه، ما انا قلت لك ابوه اللي بيتفاوض وابوه بيخلص، مظبط العقود مظبط كل حاجه. بسبب ايه بقى يا اسس؟ هرص لك في الفيديو ده النهارده دلوقتي يعني. بس احب اقول لكم دي يعني، بشكر كل واحد من الجمهور قال لي انا كنت عايز اقول لزيزو ساعه ما مضى. خلاص ده ولا اعرفك ولا انت عملت تاريخ عندنا في الزمالك ولا عايزينك ولا عايزين نشوفك تاني. خلاص الموضوع ايه؟ انتهى وقفل بالنسبه لي. اسمع يا عم الحاج بقى، ايه اللي حصل يا اسس؟ اللي حصل كالاتي: دخل البيه العالمي مع انكل النادي، سياستهم ايه؟ ارضاء النادي المنافس. ازاي يا عم الحاج؟ ما انا هقول لك اهو الفيديو يا عم، بقول لك 8 دقايق 10 دقايق، معانا وقتنا يا عم. بيعملوا ايه يا اسس؟ اول حاجه قال لك زيزو مضى للنادي الاهلي، ما كانش ماضي بس ابوه كان متفق. طب ايه اللي وصل ابوه نتفق؟ حضراتكم اللي اتخانقتوا معاه وشتمتوه هنتوه ابوه، بس يروح النادي الاهلي؟ لا طبعا ما يروحش النادي الاهلي، يروح اي نادي غير النادي الاهلي يا عم. انا معاك طبعا. ولا عايزين نشوف خليته تاني، والله العظيم بجد انا فعلا مش عايز اشوف خليته تاني بجد، ولا عايز حد يجيب سيرته اصلا. انا معاكم فيه طبعا يعني. بس هل هنقرر كل سيناريو مجلس اداره او واحد يجي محبط او واحد يجي عنده نقص وعامل فيها نجم كبير كل شويه اي لعيب عندنا يروح النادي الاهلي؟ امام عاشور يروح النادي الاهلي، كهربا يروح النادي الاهلي؟ طب ما اكيد في عيب عندنا، في عيب خطير عندنا. نعالجه ازاي؟ في اللي هقوله لك ده دلوقتي. رقم واحد: ابعاد استاذ ممدوح عباس ونوجه له الشكر ونبوس ايده ودماغه، ما يخش نادي الزمالك تاني ولا له علاقه بنادي الزمالك تاني ولا نزل توتيه تاني، عشان التوتيه اللي نزلها دي خانت الناس اكتر. ما دام انت معاك فلوس وعايز تقول لك صفقتين والكلام ده كله، وانت اللي بتدير النادي يعني، ما عندناش رئيس نادي خالص، انت اللي بتدير النادي يعني. والمركب اللي فيها رئيسين بتغرق، المركب فيها اربعه يعني هتتدمر، هتروح في داهيه، وانا مش هسمح لكم بكده. وانا اللي عندي الجرأه اطلع اتكلم عليكم كلكم. ما انت معاك فلوس، هو ما جبتش ليه؟ ما جددتش لزيزو ليه يا حبيبي؟ ما جبتوش ليه؟ عمل تاريخ بقى، عايزين ندفنه هو ونرميه في الزباله ونقلبه. في ناس هتزعل في نادي الزمالك، يقلبه يا عم، بوظ تاريخه ومبوظ اللي عمله وعرقه شايف في داهيه. يلا في داهيه يا عم، مش مشكله. حضرتك تبقى نادي الزمالك. تاني حاجه: ميدو، والله العظيم والله العظيم الونش موظف النادي الاهلي. ما راحش السفاره ليه النهارده يا اسس؟ انا عارف ما راحش السفاره ليه؟ ليه ما راحش السفاره النهارده؟ مش بيقولوا ماضي النادي الاهلي؟ البيه وقف مع التراك وقال له هنفكر نجدد لك عشان انت عندك اصابه. يا نهار اسود، كابتن النادي وانظف وانقى واحد في النادي تقول له الكلمتين دولت؟ ده لعب على الاصابه عشان خاطر نادي الزمالك. ده اتصاب في الملعب ورجليه كانت بتتكسر ورجليه جاله صليبي من نادي الزمالك مش من دوره رمضانيه. جاب بطولات وتعب، ما شفناش منه برضه نفس الكلام ولا شكوى ده اخلاقه عاليه قوي، واجهه مشرفه قوي. انت عملت كلمه في واجهه. ايوه مش بقى لنا تاريخ ولا بقى لنا رموز؟ كل شويه نمشي الرموز والتاريخ عشان الناس اللي مش محترمه تقع في النادي والناس المحترمه تطلع بره النادي ويعملوا هم التاريخ. بقى عندهم ناس واجهه وناس واجهه مشرفه ويتكلموا كويس ويطلعوا في التلفزيونات والاعلانات، يبقى عندهم هم تاريخ ويمحوا تاريخك انت والنجوم اللي عندك. هم زارعين الاثنين دول عشان خاطر كده، او رحمه امي زارعينهم عشان خاطر كده. ينفع تقول لي الونش بعدين؟ عمال تقعد مع الناس كلها ما حدش مع الونش ليه؟ مستوى وحش. مستوى وحش بقاله شهر ولا شهرين، ما منك ما انتش عايز تقعد معاه. ولادك انا نفسيته تعبانه، ما قدام متربي نفسيته تعبانه، اكيد يظهر بالشكل ده. بس هو خلق تحدي يعني ان شاء الله يبقى موجود في نادي الزمالك، بس لازم تقعد معاه. يا جماعه جمهور الزمالك العظيم، ما حدش ولا قعد مع الونش ولا اتفاوض مع الونش ولا اتكلم مع الونش ولا الونش مضى للاهلي. انت كل شويه تقول لنا كده. ايوه والله ما حدش مضى. خلي حد يطلع لك انا قعدت معاه، خلي حد يقول لك انا قلت زيزو على مبلغ، خلي حد يقول لك زيزو طلب مني فلوس، خلي حد يقول ببقه كده زيزو في القعده طلب مني فلوس هو ابوه. زيزو تاني يوم يرفع عليه قضيه، ما طلبش حاجه ولا قعد مع حد. عشان بس بقول لكم بوضح لكم الصوره يعني. طب انت عايز ايه يا عم اسس من الكلام ده؟ محمد السيد ماله؟ هل يعقل اقعد مع لاعب صغير وفي وسط التمرين انت خد يا تعالى عايزك واطلع بخش ولا امضي يلا مد عقدك يلا احنا عايزين نجدد لك يلا وهنديك فلوس اي كلام والكلام ده كله؟ انت قاعد في الشارع يا عم، قاعد في الناصيه ولا قاعد في شركتك؟ ما انتوا كلكم مستفيدين من اسم نادي الزمالك ولا فدتوا نادي الزمالك في اي حاجه خالص.
قول انت دفعت ايه نادي الزمالك انت يا عالمي؟ خالص، ده انت هربت من النادي. يعني انت كلفت ويقول لك ويجي يفوض الناشئ يقول له امضي، كنت مضيت انت قبل ما تهرب انت يا اخويا. ما علينا. قال له امضي يلا يا ابني. قال له والله العظيم لا بطلك كوره مش دخلك النادي تاني وتلعب في الناشئين. سلام على البلطجه. يا سلام. طب محمد السيد مش في وجودك مضى على بياض، وابو واحد سال عندك اساله ولا تحت بيه. مضى على بياض ليه معانا احنا يعني؟ والونش هات له العقود النهارده صور لايف وعلى ضمانتي الكلام ده. انا قلت على حاجه على صفحتي ما ينفعش تتقال، قلت مش هطلع في الميديا تاني ولا هتكلم في الميديا تاني خالص، وهقفل صفحتي لو زوزو لو الونش طلعت له صوره من السفاره وراح السفاره النهارده. قلت كده ما ينفعش تتقال، يعني غمرت بكل حاجه، وفي نفس الوقت الحمد لله كلامي طلع صح. ما ينفعش اقول كده بس قلت كده عشان الحمد لله. على نيتكم ترزقوني يا بشوات، يا اللي اتغلبتوا من اكاديميه جنوب افريقيا. ليه؟ عشان بعد الماتش كنتوا محضرين سيناريو تهينوا كل الناس، بس ربنا كبير. ما تعاندش، الخاسر الوحيد نادي الزمالك، واحنا بنموت من امبارح. ده ابني بيموت، ابني بيموت من موضوع زيزو، موضوع هزيمه امبارح. ابني محدش ولا بياكل ولا بيشرب. بجد انا والله العظيم ابني كده زي ما كان مجنون. يعمل لكم لله والله. يعني الراجل اللي مات ده فعلا عشان الزمالك. كل طبعا العمر بتاع ربنا وقضاء وقدر، بس فعلا في اسباب. ايه يا اسس عايز تقول تاني؟ محمد السيد قال لك ما فيش مشكله بابايا يجي والوكيل بتاعي وانا ما عنديش مشكله امضي طبعا. قوم يلا يا ابننا نزل ناشئين، شيلوا من الجروب يا نزلوا ناشئين يلا. ليه يا عم؟ حسام عبد المجيد هتيجي يا ابني، في حد بيجدد كده؟ يا ابني واحده واحده، خده اعزمه على العشاء، اقعد معاه قرب منه، بعد كده تاني مره كده اطلع معاه كده رحله او اي حاجه، روح معاه حجه وعمره. قرب من الناس دي شويه، ما هم مش طايقينك. ما التفاوض ده ليه اصوله وليه ناسه. انت في التفاوض انت جاي تطفش الناس كلها. الونش مضى الاهلي ليه؟ مضى الاهلي عشان تطفشه والناس تشتي. ما الناس تسمع سيره النادي الاهلي، طبيعي انا بسمع سيره النادي الاهلي. بس انا عارف اللعبه اللي بتلعبها يعني انت والناس. عضو مجلس الاداره تحت السن، الاجتماع اللي عملتوه قبل الماتش، عضو مجلس الاداره اللي علاقته كويسه بالالتراس، والالتراس ضحك عليهم، حتى الالتراس ضحك عليهم. يا نهار اسود، اتضحك عليكم من شويه حاجات صغيره. العالمي والاسطوره وعضو مجلس الاداره اللي ملوش اي لازمه في الحياه، اللي مدمر لعبه الصالات خالص، وفضايحه هناك بالجمله. ده فضيحه، ده فضيحه، ده لسه بس وقته، بس خلف الكوره وقته جاي يعني. ليه يا نجم تشتموا الناس وتهينوا الناس والكلام ده كله؟ ليه؟ ليه بتعملوا كده يعني؟ ليه مش فاهم انا يعني ايه غرضكم يعني؟ ما علينا. ادي محمد السيد، وادي الونش، وادي زيزو، وادي حسام عبد المجيد، وادي هزيمه امبارح. خلوا بقى الناس دي اللي انا اتكلمت عليها. قال لك هنجيب صفقات. عايز تجيب محمد شريف المبطل؟ تجيب صفقه ثانيه عشان تضحك على الناس؟ طب انا عشرتكم ايام اجوجو لما جبت لعيب مصاب ومبطل وما عملش حاجه، وكنت تدي فلوس للناس والناس لا. كانت فيك وخسرنا من طوب الارض واتمرمطنا بسببك. وكاله الاهرام كنت تمضي معاها عقد، كان العقد بتاعها ب 5 جنيه وهم كانوا بمليون جنيه، وانت ب 5 جنيه. كنت اقوى منهم افريقيا، وكنت راكبهم افريقيا وراكبهم في الدوري، وانت ايه؟ ما اقدرش. حسن حمدي وكابتن الخطيب دول اصحابي. اموروا يا فندم، انتوا عايزين تبصوا نضاره نبوظ النادي؟ اوكي. الوكاله نمضي على 10 جنيه. ليه بقى نمضي على 10 جنيه؟ عشان يبقى تحت ضرسه. اللي كان اللي صرفت واللي جبت اجوج ولا اللي عملت نفس السيناريو بيتكرر، بس جايب معاه واحد يخرب النادي. العالمي اللي فشل فنيا واداريا واعلاميا، جايين نجربه عندنا احنا. ياه، انا بطالب ولغايه دلوقتي وجمهور الزمالك بيطالب، وبعت لي والله العظيم يا عم وحياه لا اله الا الله بعت لي ان ما يخش نادي تاني ويتعامل مع حد في النادي تاني خالص. وعلى فكره صراحه مصدق اللي جابه كابتن حازم امام. قابلت وكيله مش لازم يعني، اللي جابه كابتن حازم امام مش هو يعني. والله العظيم هو. ما علينا يعني. رقم واحد كابتن حسين لبيب، لو انت عايز تستمر في النادي وما تمشي استقالتك انت ومجلسك، ابعد ممدوح عباس عمال في الكوره هو والعالمي بره خالص. ده رقم واحد. لازم بس اقول لك فلوس ومش فلوس والكلام ده كله، ابعدهم تماما. لو ما بعدوش، ركزوا في الفيديو ده مش هدي اخر كلمه ولا لو ما بعدوش. انا قايل لكم من شهرين وقعدت تكلموني وتشتموني، يا عم انت في حاجه بينك وبينهم؟ انت متضايق منهم؟ متضايق منهم ليه يا عم؟ نادي الزمالك يا عم، مالهم؟ كلنا بنمشي وكلنا بنموت وكلنا بنروح في داهيه. ده نادي الزمالك يا عم. بس انا حافظهم وعارفهم وعاشرتهم، فعارف اللي جاي اسوء، وفي اسوء من تخرج من الكونفدراليه على ناس من الاكاديميه. طب انت هتثق فيهم تاني ازاي؟ عم انت فيش كل اللعيبه، هتثق فيهم تاني ازاي؟ كل الجماهير بعت لي العالمي بره النادي والاستاذ ده شكرا على اللي انت عملته معانا بره النادي. مالناش غير كده. لو ما عملتش غير كده كابتن حسين لبيب شكرا، انا عمري ما بداعم ليك ولا المجلسه، وقدم استقالتك النهارده قبل بكره، لان اللي جاي خراب. اللي جاي خراب على النادي بتاعنا واحنا مش هنسمح بكده.
مش هنسمح. السلام عليكم.